واي فرقه هتلاعبك نفسها تاخد التيشيرت بعد الماتش. ادوا له يا حبيبي بعد الماتش في اوضه اللبس. انت بتستفز الناس ليه؟ لا في ادوا له. لا احنا مش احنا خسرانين 3. انت خسران، انت خلي عندك دم تطلع تديهوله في اوضه اللبس، ما تديهولوش قدام الناس. انا بالنسبه لي حاجه ثانيه، كابتن طارق سليم وكابتن سيد الحفيظ وكابتن علاء عبد الصادق وكابتن ثابت البطل كلهم عندهم شخصيه النادي الاهلي كمديرين كوره، كلهم شبه بعض في حاجات غير موجوده بالمره. كابتن وليد صلاح الدين، كابتن وليد صلاح الدين مش مدير كوره في النادي الاهلي، ما عندوش شخصيه مدير الكوره. انا مش بتكلم في الكوره، احرف لعيب جه في تاريخ مصر، حلو هعمل بيه مش هيفيدني في حاجه. كل التقدير للكابتن وليد صلاح الدين، كل التقدير لكابتن وليد صلاح الدين. انا بكلمك ان انت دلوقتي في حاجات لجنه التعاقدات في اخر السنه عايزين نعرف زي ما كابتن اسلام بيقول مين اللي جاب مين وجاب ده بكام وهل ده نجح ولا لا ومين هيحاسب على ده. لازم حد يحاسب. ما هو خلي بالك مش فكره ان انا واحد فشل مشيته. لا انا لازم اعرف. هو انت مش بتقول ان الاداره والسيستم والنظام طبعا كابتن خطيب راجل، انا مش شاكك ان ده هيحصل. مش الكاميرا بتاعتي اهي. كابتن خطيب انجح رئيس نادي في تاريخ النادي الاهلي، وقع السنه دي. كابتن خطيب انجح رئيس كوره في النادي الاهلي يعني. وبالمناسبه صالح سليم بالنسبه لي وقلتها قبل كده الراجل المفضل بالنسبه لي. انا ما بشجعش كابتن خطيب، انا بشجع الاهلي. كابتن خطيب لو مشي الصبح انا مش فارق لي، مش هيفرق لي خالص. انا بشجع النادي الاهلي. بص يا مهيب، هو كلام قبل بس ما تكمل النقطه دي، الكلام اللي بيقوله شريف صح. انا كابتن خطيب ما تقلقش عليا يا عم، والله العظيم ولا شعارات هزت من النادي الاهلي. انا واضح انا والله ولا شعارات هزت من راسي باين يا مهيب، اقسم بالله ولا شعارات انا ولا اي حاجه. يعني شايفك واخد الحقيقه الكابتن خطيب انا متنرفز زعلان على المنظر. ايه الروح دي؟ ايه يا عم الروح دي؟ انت بقول لك احنا في الكوره، ما انا كنت اقل، احنا كنا جيل اقل من الجيل ده. كان الروح وكنا بنخسر. هو مش الزمالك 2015 وده ماتش وانا حضرته في الملعب برضه، اصل هم بيطلعوا يتكلموا يقول لك اصلا ما خدش اي حاجه. 2014 اللي مؤمن زكريا حط فيه جونين، اللي الزمالك خد الدوري كان يحتفل معانا في الدوري في الملعب. كان جده موجود وكسبناهم 2-0. كنت بلعب باك ليفت على مستوى فتحي وحسام غالي معانا في اوضه اللبس ذكر قال لك ما يفرحوش النهارده، يفرحوا بعدنا، ونزلنا كسبناهم 2. يا عم انت بالامكانيات دي. انا مش بتكلم في الكوره، ما حدش عنده دم غير تريزيجيه الوحيد عشان يتربى في النادي. الباقي كله ما حدش عنده دم.